انزين، أول شي عندي 10 حبات بصل، شايفين حلو حجمهم وسط يعني مش وايد صغار. عندي 4 صدور دجاج، عندي كبار مستخدمة، عندي ملعقتين ونص فلفل أسود، سماق تقريبا 5 ملاعق كبار، عصير ليمونتين، برش الليمونتين هذيلا من برا، زيت زيتون 3/4 الكوب، وملح طبعا حسب الرغبة. أبسط وأسهل شيء ممكن تسوونه وفاخر. وطبعا أكيد رح نحتاج خبز شراك، أنا عندي 3 من هالباكيت. تمام، يلا هيا فلنبدأ العمل. إنزين، أول شي حطينا زيت الزيتون، رح نحط فوق البصل عشان نساعد البصل يذبل. رح نحط الملح ونقلبه قلبتين. شايفين كيف ذبل البصل؟ ورح أخليه زيادة يذبل شوية، بعدها نكمل. ذبل عندي البصل، رح أحط فلفل أسود ونص كمية السماق مبدئيا، خليته هنا. وراح أحط برش الليمون، نقلبهم قلبتين. يا سلام. وأحين رح نحط الدجاج. أيوة لحظة. انزين، رح نحط الليمون، نقلبهم قلبتين بنات، ونغطيهم شوية بس يتسبكوا ويا بعض وتنشف ماية الليمون. تمام، شايفين كيف؟ رح أغطيه وخليه مكشوف بهالطريقة عشان خلاص نتخلص من كل الماي والبخار اللي فيه. زين، عندي هنا ملعقتين كبار دبس رمان ونص كوب صنوبر. هالشي راجع لكم، إذا تبوا تضيفوهم ضيفوهم، إذا ما تبوا خلوهم. زين خلاص، خليط المسخن صار جاهز عنا. رح نحط باقي السماق، رح نحط دبس الرمان نفس ما قلت لكم، هالشي اختياري، كفشتين كبار، والصنوبر. إنزين، الحين حخلي الخلطة الجميلة هاي تبرد شوية. بهالأثناء راح أقصص باقي الخبزات وأرجع أسوي وياكم الرولات. بس ما تشوفوا يا بنات، خبزة الشراك تجيلكم مدورة مربعينها بهالطريقة، خلوها نفس ما هي. وشو راح تسووا؟ راح نقص الحين الأطراف. شايفين الأطراف كيف قاسية؟ تصير بالأكل مزعجة، وهاي الأطراف كلها راح نقصها بالمقص. شايفين كيف؟ ها قصصناهم بهالطريقة. شايفين كيف الأطراف طرية، فتكون جدا ممتعة في الأكل وما تضايق. وصحيح شيء جدا مهم، خلاص بعد ما تقصوه غطوه، لا تخلوه مكشوف، لأن خبز الإشراك بسرعة ينشف وبيبس. تمام. شايفين ما أحلاها وما أسهلها. يلا راح نلف الكمية كاملة وأرجع لكم، بس راح ياخذ وقت لأن الكمية كبيرة. انزين، رولات المسخن صاروا جاهزين. طبعا مو بس هاي الصينية، في نفسها واحدة ثانية ما شاء الله، يعني كمية حلوة. فأحين راح نبدأ التفريز. تشوفوا معي بنات، أول شيء راح أغطيه الحين بفوطة، وبعدها راح أغطيه بنايلون عدل عدل وأخليه بالفريزر لين يتجمد عدل، وبعدها عادي نوزعها بالأكياس. تمام. ليش؟ انتوا لو جيتوا وزعتوها الحين بالأكياس راح يطلع بخار الماء أثناء التجميد ويصير عليه ثلج ويتلصق في بعضه ويبهدل الدنيا. فلا، خلوه نفس ما هو، حطوا عليه فوطة وغلفوه بنايلون عدل وخلوه بالفريزر لين يتجمد قبل التوزيع. زين يا بنات، شايفين كيف المسخن بعد ما فرزناه؟ شايفين ولا عليه ثلج ولا حبة لاصقة في الثانية. شوفوا ما أحلاه. طبعا ليش ما في عليه ثلج ولا حبة لاصقة في الثانية؟ لأن الفوطة امتصت كل بخار الماء أثناء التفريز. هذه هي آلة شفط الهواء، وهذه الرولات يتيلكم إياها وتقدروا تشتروها روحها، تقصوا على قد المقدار اللي انتوا تبوه. يعني أنا راح أوزعهم بهالمقدار وخلاص نحطها ونسحب الهواء منها وخلاص. هاي مفرزاتنا الجميلات صاروا جاهزين.